الحمد لله نادي الاسماعيلي اتعادل مع بيراميدز 2-2. خلونا بس في البدايه نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كل الناس اللي متابعانا نتمنى ان هي تدعمنا وتدوس لايك للفيديو. انتهت مباراه الاسماعيلي مع بيراميدز في الجوله الثانيه من بطوله كاس الرابطه بهدفين لهدفين. طبعا يعني للاسف انا ما لحقتش الشوط الاول، دخلت على الشوط الثاني على طول. للاسف يعني كل اللي فاتني في الشوط الاول ما قدرتش ان انا اتابعه، ولكن الشوط الثاني نقدر نقول فكره ان النادي الاسماعيلي يسجل هدف للمباراه الثانيه في الثواني الاخيره، فدي حاجه تحسب للجهاز الفني. عايز اقول ان بالرغم من الفروقات اللي موجوده بيننا وبين لعيبه بيراميدز، فلعيبه الاسماعيلي واقفه على رجلها، ولكن عندنا غلطات دفاعيه برضو ما زالت مستمره. الهدف الثاني اللي سجله مروان حمدي شفت ان هو كان سوء تمركز رهيب جدا من خط دفاع النادي الاسماعيلي، ولكن كنا في بعض من الفترات كنا اقرب ان احنا نسجل، ولكن للاسف في رعونه من اللعيبه بتاعه النادي الاسماعيلي. شايف ان اللعيبه كانت كويسه الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نتعادل ونحافظ على حظوظنا، ولكن الموضوع يعني لسه اعتقد ان نادر فرج الحقيقه محتاج وقفه كبيره جدا جدا من الجهاز الفني. نادر فرج للاسف ضعيف وبعيد جدا جدا عن مستواه. اتمنى ان الفتره اللي جايه يحاول ان هو يركز ويكون ايجابي اكتر من كده على المرمى. الهدف اللي سجله عبد الرحمن الدح الحقيقه يشفع له، لان ما كنتش مقتنع تماما باداء عبد الرحمن الدح، ولكن لما تيجي نتكلم في المجمل ان انت بتلعب قصاد بيراميدز وان المباراه الثانيه في الموسم ده ما بتقدرش ان هي تكسبك في استاد اسماعيليه، فدي حاجه كويسه. مش هنبص على السلبيات في المرحله اللي جايه. فكره ان الجمهور يكون موجود وان انت ما تخسرش من بيراميدز وتدنك واقف على رجليك لحد اخر دقيقه، فدي حاجه كويسه نبني عليها ان شاء الله اللي جاي، وتكون بروفه ويكون ان شاء الله بدايه من المباراه اللي جايه قصاد الاتحاد السكندري. الحمد لله على التعادل، ولو ان انا كنت اطمح ان احنا يعني نحقق الفوز بصراحه بكون عشمان بشكل كبير، ولكن تعادل نقدر نقول مرضي لكل جمهور الاسماعيلي. كمان شفنا ان الجمهور بعد المباراه حيا اللعيبه ومبسوط من ادائهم. اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه الكابتن تامر مصطفى يحاول يعالج السلبيات اللي موجوده، وخصوصا في خط دفاع النادي الاسماعيلي. نقطة تحول إيريك تراوري وخطار الحقيقة لما نزلوا حاولوا إن هم يحركوا جبهة بالنسبة اليمنى للنادي الإسماعيلي، وفي أكتر من فرصة لو كنا استغليناها، ولكن للأسف عندنا رعونة وسوء تمركز من لاعبي النادي الإسماعيلي. نأمل إن شاء الله إن الفترة اللي جاية تكون أحسن للنادي الإسماعيلي. الهدف الثاني للنادي الاسماعيلي يحرزه اللاعب رقم 19 عبد الرحمن الدح. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.